السلام عليكم. هنعمل مع بعض بقى ايه؟ بيتزا اهي. هنشتغل فيها هوتي ده الدقيق، ده الخميرة حاجتها بقى. اه دي خميرة، ده الدقيق وده الخميرة. هنحط بقى ايه؟ معلقتين سكر، معلقة خميرة، ونص كيلو دقيق. ده معلقة السكر الأولانية، معلقة السكر التانية. هنحط بقى ايه؟ معلقتين لبن بودر. ادي المعلقة الأولانية هاتي، دي المعلقة التانية دي لبن بودر. هنحطه على ايه؟ ده هنعمل بيتزا اهو. معلقتين سكر، معلقة خميرة، معلقتين لبن بودر. وهنحط ايه؟ هنجيب شوية، ندفي شوية مية يبقوا جنبنا برضو. دي نص كوباية لبن حطيتها فيها شوية ملح اهمتي. هندوب الملح ونحط بقى اللبن. ممكن لبن او زبداية يعني عادي، يمشي يمشي الزبداية، يمشي ايه اللبن عادي. بس انا متاح عندي اللبن، حطيت لبن. هحط لبن، وهحط بقى لبن بتاع زيت زيتون. هعجنها بزيت زيتون، مش هحط لها اي حاجه الا زيت زيتون. انا الزعتر والحاجات ده ما بحبهاش، ما بحبش اي حاجه فيها لا زعتر ولا حبه البركه ولا حاجات من دي. انا ما بحبهاش، اللي انا زمان بعملها كده بتبقى طعمها تحفه، بتبقى خرافه يعني، طعم ما فيش بعد كده. دي ميه دافيه، انا مدفيها بسيط كده ايه عشان تخمر بسرعه يعني. وهي الدنيا حر وهتخمر في ساعتها. وما بكترلهاش خميرة. انا حطيت معلقة خميرة مش مليانة اوي. دي زيت الزيتون اهو، احط معلقتين زيت زيتون، معلقتين او اكتر كمان اهو. زيت زيتون بدي لها طعم حلو. زيت الزيتون اهو معلقتين، ولو احتجت تاني بحط. انا احتجت تاني حطيت زيت زيتون، يعني حطيت لها اكتر من 3 معالق زيت زيتون. وحطيت لها كمان على وشها بعد ما خلصتها عجين، على وشها برضو شوية زيت زيتون. او هعجنها بقى هي لازم تتعجن كويس يعني، عشان العجينة تبقى سايحة وحلوة في الايه، في ايد ساعة ما احس بالعجينة ساحت في ايدي كده وحلوة، وعجينتها حلوة وبتتمط. اخلصها بقى عجين كده، واقوم ايه؟ مغطياها وسايباها تخمر برضو. انا بعمل كده بقى، بلم الدقيق بالمعلقة وبعد كده هعجن بايدي بقى. لان لان هي لازم تتعجن كويس. كل ما بحتاج شوية مية بسطين بحط مية شوية بسطين، يعني ما بكترش مية عشان اعجن ايه؟ عجين كويس اهو. بعجنها اهوت عجين، وعجنها عجين يعني عجين. لازم تتعجن كويس عشان ايه؟ لازم العجينة تتمط العجينة تلتقاها ممطوطة كده اهو. بعجن كويس أهو. ما بطلش عجين الوقت لسه. وبعدين هحط بقى ايه؟ شوية دي اهو، شوية زيت زيتون اهو تاني. دي زيت زيتون تانية اهو. يعني انا حطيت فيها 3 معالق واكتر من 3 معالق زيت زيتون. اوكي تمام. نخلصها بقى ونسيبها تخمر بقى كده. خلاص كده حطيت على وشها شوية زيت، واغطيها بقى واسيبها تخمر بقى. حاجتها بقى همسكها اقطعها. هقطع لها الجبن، واقطع لها الزيتون، واقطع الطماطم والفلفله والحاجات دي. البهارات دي كلها هحطها فين؟ في التسبيكه بتاعه الصلصه اهي. دي بعمل دي توم اهو، بعملها وبحط الصلصه اهي عشان اعملها بقى. ودي البهارات بتاعتها. البهارات عن ايه بقى؟ 7 بهارات: كزبرة، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، كزبرة ناشف. ده كله في الايه؟ في التسبيكة بتاعتها. وبعدين خمرت بقى الجبنة. هي جبنة ماكس بقى، جبنة على جبنة رومي، على جبنة شيدر، على جبنة موتزاريلا. وقلبت كله على بعضه، وبعجنها وبعجن شوية واسيبها ترفع شوية، وبعدين اعجنها تاني. لان عشان ايه؟ ترفع وتبقى حلو. ده لازم الشوكة لازم تتعمل كده عشان ما تقبش الايه؟ البيتزا ما تقبش. وفلفلة حمرا فلفلة حمرا وفلفلة صفرا وفلفلة ايه؟ خضرا. وطماطم وزيتون اه. انا هعمل واحدة
بالجبن وواحدة بايه بالبتاع اللانشون، وعامل واحدة بالجبن وواحدة باللانشون. ديت اللي انا بعملها ديت هعملها بالايه بالجبن، بالجبن والزيتون والحاجات والفلفله والحاجات دي. اهي هنحط بقى ايه كده جبنه. شفتوا الصلصه بتاعتها جميله ازاي؟ الصلصه انا اللي عاملاها، مش شارياها جاهزه، انا اللي عاملاها. انتوا شايفينها وانا بعملها. دي الجبن بقى اهيت، وهحط بقى ايه الزيتون والفلافله والحاجات بقى كلها، وافرد بقى كده، واحط بقى ايه اعمل بقى دي بالجبن، الفلفله بقى الحمراء والصفراء والخضراء كله مع بعض، والطماطم كله مع بعض. وهخلصها بقى ديتي والتانية هعملها بالايه باللانشون. اه عاملة بيتزاية بالجبن وبيتزاية باللانشون. بيتزا اهي، دي الجبنة اهي، جبنة موزاريلا، جبنة شيدر، جبنة رومي، ماكس على بعض اهي كده. تمام هخلصها بقى كده اهي. تمام خلصت كده بقى ديتي. خلاص هنروح بقى للتانية ونخلص دي. خلاص خلصت بقى كده. ديت بتاع جبنة ايه، ديت بتاع اللي انا هعملها باللانشون اهي. الجبنة واللانشون اهو. نحط اللانشون بقى اهي ما شاء الله كده. تمام اللانشون كده انا بحبها باللانشون. جبنة موزاريلا، جبنة شيدر، جبنة رومي، واللانشون والزيتون، وفلفلة حمرا وفلفلة خضرا وفلفلة صفرا كله مع بعض، وطماطم. هنحط اهوت ونخلص برضو على وشها ايه ونكبسها ونسيبها بقى، ونحطها بقى نحمي الفرن ونحطها بقى تتحمر في الفرن. ديتي عمايل البيتزا. ده انا بعملها كده، البيتزا بتاعتي انا بعملها كده وبتطلع احلى من جاهزة ميل، ولا جاهزة ولا غيره، ولا زي بيتزا الحاجة فاطمة، ولا زي البيتزا بتاع يوميات الحاجة فاطمة اهي. ما شاء الله ما شاء الله. هنقطع بقى اهوت، طلعت من الفرن اهي، وهنقطع بقى وناكلها سخن، هتتاكل سخنة. ده ما شاء الله هيتي. ما شاء الله ايه الحلاوة دي يا ولاد والجمال دي. اللي يخش يوميات الحاجة فاطمة مش هيغمض عينيه ابدا من الحلاوة والجمال. ايه الجمال والروعة دي، ايه الحلاوة دي. هوريكم وشها ومن تحت ومن فوقها. شوفها من تحت ومن فوق اللون. ما شاء الله ما شاء الله على الحلاوة والجمال. ما شاء الله على حلاوة الجمال وعلى حلاوة البيتزا بتاعة الحاجة فاطمة. يا جماله يا جماله وحلاوته وحلاوته، ولا زيه ولا زي حد يعمل بيتزا بتاع الحاجة فاطمة. ايه الحلاوة دي، ايه الجمال دي. دي بتاع اللانشون اهي. هقطعها برضو واطلع حتة منها برضو اهي. يا جماله وحلاوته. احلى حاجة. جاهز ايه؟ ولا عمري جبت الجاهز. انا اعمل بايديا كده حلاوة، ولا زي عمال ايديا وحياة عيني. دي البيتزا بتاع الحاجة فاطمة وجمالها. هنطلع وناكل بقى سخنة بقى، سخنة على طول على الأكل على طول اهي. شفتوا بقى الحلاوة والجمال اهي. ما شاء الله على حلاوتها وجمالها. ما شاء الله ما شاء الله وحلاوتها وطعامتها. وأحلى بيتزا باللانشون، وأحلى بيتزا بالجبنة، بالجبنة بالزيتون، بالماكس. جبنة ماكس كده حاجة تحفة، وجبنة باللانشون حاجة تحفة. ونشوفكم كده فيديو آخر. ما تنسوش تشوفوا الفيديو الآخر. باي باي.